وليد الركراكي هو رابع العالم، ولسه اول امبارح كسبان البرازيل اللي هي اول العالم. ولكن وليد الركراكي النهارده عمل ايه؟ عمل انتصار تاريخي لديننا الاسلام، واثبت للغرب جميعا ان ديننا لا هو دين عنصري ولا دين كراهيه ولا دين ارهابي زي ما بيردد الغرب، والبعض يقول لك مسلم از ارهابي. ما الناس طبعا دعوه بدين ابوكم ولا دين امكم بيقول لكم ايه. ولكن النهارده وليد الركراكي في رساله شديده اللهجه للغرب وللاسبان خصوصا، يعني بيقول لهم ان ديننا بيحس فينا العفو عند المقدره. سيدنا يوسف عليه السلام سامح اخواته برغم ان هم كانوا بيحاولوا يقتلوه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلت بينا على النبي عزيزي لما جه فتح مكه لقى اهل قريش مذلولين تحت رجليه، قال لهم اذهبوا فانتم طلقاء، بالرغم انه كان قادر يعمل فيهم اي حاجه. كتاب الله بيقول فمن عفا واصلح فاجره على الله. خليني احكي لك القصه كامله يا عزيزي، ولكن لو وصل لك هذا الفيديو بالذات عشان يوصل لغيرك اعمل لنا لايك ضروري هنا من ناو، ومفيش مانع ان انت ممكن تشير الفيديو. القصه بدات يا عزيزي بدون اي مونتاج بدون اي حاجه، ان في عامل اسمه اوسكار في الفندق اللي مقيم فيه المنتخب المغربي علشان هيلاعب منتخب بيرو بكره، كلنا عارفين. فالمنتخب المغربي قاعد في فندق في مدريد في اسبانيا، في عامل اسمه اوسكار كولومبي من بلد بابلو اسكوبار الحشاش ابن الحشاشه. الولد دوت امبارح يوم الحد انزعج قوي واخد بالك واتضايق قوي لما لقى المنتخب المغربي طالبه ان هو يجهز السحور ليهم في ساعه متاخره. عادي هيفطروا يعني، اللعيبه هتلعب بكره مفيش مشكله، ولكن ايه المانع ان هم يصوموا؟ فاللعيبه طالبه ان هو يحضر لهم السحور، فجه العامل اللي اسمه اوسكار حضر لهم السحور، ومن غير ما ياخدوا بالهم قام واخد صور للمنتخب المغربي وحب يستظرف بقى ويعمل نفسه ان هو دمه خفيف وينزل ستوري على الانستجرام. منزعج من المغرب، منزعج من منتخب المغرب، منزعج من عادات وتقاليد الدين الاسلامي بتاعنا. دين ايه ده اللي يصحيني بالليل في ساعه متاخره علشان احضر لهم الاكل ومش عارف ايه وبتاع وكده؟ يعني افرض ان هي واحده وطلبتك قسما بالله لا كنت جريب بالبوكسر، قسما بالله ما كنت لبست بنطلونك، ما انا عارفكم هيجانين يا بتوع كولومبيا. المهم ان الواد ده نزل الستوري. مين اللي انزعج؟ المغاربه اللي قاعدين في اسبانيا اعترضوا، بعض الاسبان اعترضوا، القنصليه المغربيه اللي في اسبانيا قدمت شكوى للنيابه العامه الاسبانيه. هنا بقى مدير الفندق ابتدت ضربات قلبه تزيد واخد بالك، وخاف قوي واترعب قوي وقال بس انا اعمل حاجه مهمه قوي، انا افصل الواد دوت وابلغ عنه مفيش مشكله ويتحبس ويغور في داهيه وبتاع. اهم حاجه سمعه الفندق بتاعي اللي اسمه يورو ستار اللي مقيم فيه المنتخب المغربي، اهم حاجه دول ما يمشوش، عشان المنتخب المغربي المفروض ان هو رابع العالم، والمفروض ان هو هينظم كاس العالم 2030 مع مين؟ مع اسبانيا والبرتغال. الملف بتاع المغرب قوي جدا بالمناسبه امام السعوديه واليونان ومصر، الاثنين بيتنافسوا على تنظيم كاس العالم 2030. ولكن خلينا في موضوعنا يا عزيزي. الراجل مدير الفندق عمل ايه؟ قال لك انا همشي الواد ده، وهو بيمشي الواد دوت قامت الشرطه الاسبانيه علشان تهدي الاوضاع وتهدي الشارع المغربي والمغاربه اللي عايشين في اسبانيا. واخد بالك الدنيا كانت ممكن تولع، الدنيا كانت ممكن تولع، والواد ده كان ممكن يتجاب والله العظيم. انا عارف بتوع طنجه كويس وبتوع مراكش كويس وبتوع اغادير، قسما بالله يجيبوه بلبوس، يجيبوه عريان كده ومشوه في الشارع. ولكن الشرطه لمت الموضوع وقامت واخده الواد وقامت حبساه. ولكن قبل الواد ما يتحبس قام منزل اعتذار، بينزل اعتذار بقى ويفيد بايه الندم زي ما قالت ام كلثوم. الراجل قام منزل اعتذار، انا اسف للشعب المغربي واسف للدين الاسلامي واسف لتقاليد الدين الاسلامي ومش عارف ايه وبتاع. وكان ممكن وليد الركراكي يصعد الموضوع اكبر من كده واخد بالك بنفوذ وليد الركراكي وفوزي لجع اللي هو رئيس الاتحاديه المغربيه. ولكن وليد الركراكي قال لك ايه؟ قال لك انا ضد العنصريه مفيش مشكله، والولد دوت سنه صغير عنده تقريبا 19 سنه، انا ادعوه ان يجي يعرف تقاليد وعادات الدين الاسلامي بتاعنا، وادعوه للفطار بتاعنا وبتاع، وطالب بسماح هذا الولد. شوف وليد الركراكي اتصرف ازاي وبيوصل رساله شديده. خلي بالك انت ممكن مثلا تستقل بموقف زي دوت، ولكن ده بيوصل رساله للدين الاسلامي جميعا، للدين الاسلامي جميعا. بيقول للناس ان احنا ديننا دين تسامح. وليد الركراكي قال احنا في شهر رمضان وشهر رمضان بيحسنا على التسامح. وليد الركراكي بيقول لهم احنا مش ارهابيين، احنا مش عنصريين، احنا مش حقودين،
احنا مش قتالين قتله زي ما انتوا بتقولوا. ادي الدين الاسلامي وادي الشخصيات اللي بتعبر عن الدين الاسلامي. يعني الموضوع مش مجرد كرة قدم ومدرب ناجح ولا الكلام ده كله، لا، ده الموضوع كمان مدرب بيعرف ازاي يتعامل مع عقلية الغرب، وبيعرف ازاي يتعامل مع دينه امام الجميع، وبيعرف ازاي يوري الناس ان ديننا قد ايه دين جميل ودين تسامح وكل حاجة. شوف وليد الركراكي النهاردة التصرف اللي عمله، دي من الانتصارات اللي انا بعشقها في حياتي. نفس الانتصار بتاع حسين عموته لما قعدوا يكلموه في مؤتمر صحفي بالفرنسي وقال لهم لا كلموني بلغة القرآن، عايز تتكلم معايا عربي هرد عليه، غير كده انا مش هرد. انا بيعجبني التصرفات اللي زي كده. تحيه كبيره جدا جدا لوليد الركراكي في الشهر الكريم دوت. تحيه كبيره للمنتخب المغربي. ان شاء الله المنتخب المغربي انا عارف ان هي مباراه وديه، ولكن انت تقدر ان تكسب المنتخب البيرو علشان تصعد بالتصنيف بتاعك، تبقى من اول 9 منتخبات على العالم. ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب المغربي. انا مكيفني جدا الموقف دوت وحبيت احكيه لك في عجاله. اتمنى التصرف دوت ينتشر ما بين الناس والناس تعرف قد ايه وليد الركراكي عرف